بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي الله خير مالكين، مصليا على الرسول المصطفى وآل المستكملين الشرفا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله شكرا لرئيس الجلسة على هذه الفرصة. شكرا على نعم الله، نعمة الإسلام، نعم الإسلام ونعم الإيمان ونعمة الحياة. وإن شاء الله الآن في هذا اليوم الجميل وساعة كريم سوف أعطيكم التذكرة تحت الموضوع النصيحة. يا أيها المسلمين والمسلمات، ما معنى النصيحة؟ إذا ذكر أو نسمع إلى هذه الكلمة ماذا عرفتم؟ النصيحة بمعنى الإخلاص والصدق. ومن ناحية الإسلام النصيحة بمعنى الكلام الطيب الذي نريد به خيرا للآخرين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذا الحديث تدل على مهم النصيحة في حياتنا. والحديث تدل النصيحة من جزء الإسلام، ومن يفعله فحلل جزء دينه. ولماذا يحتاج النصيحة في حياتنا؟ لأن كل الناس ناسيا، في أمور الدنيا كالعمل والترفيه، لم يعرفون بدون نصيحة، لم يعرفون العمل الخطأ في حياتهم، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. هذه الآية تدل على كل الناس، كل الإنسان في الدنيا في الخسر، لكن لمن ينصح الآخرين بالحق والخير. ولذلك أسباب يحتاج النصيحة في حياة الإنسان. لكن في هذا الزمان نرى كثيرا من الناس لا تحبون النصيحة، أو يمكن بعض من بعضهم ينصح بطريقة الأخطاء، كما نرى في الوسائل التواصل الاجتماعية كتيك توك وفيسبوك وإنستغرام. يكتبون الناس كلاما قبيحا بالنية للنصيحة، بل هذا خطأ. أما في البيت يناصحان الأم والأب لأبنائهم بصوت عال وقبيح، حذقة جدا وممنوع في الإسلام، لأن يأمرنا بالنصيحة بكلام الجميل والأسلوب خير. أيها المسلمين والمسلمات، إن النصيحة أمور عظيمة في ديننا وحياتنا، لكن كيف أن ينصح للآخرين بالحكمة
أولا الإخلاص لله تعالى. عندما ننصح يجب أن تكون نيتنا لله تعالى لا للغضب ولا للكبر. لأن النصيحة الحقيقية هي التي تريد بها الخير للآخرين. وعلى سبيل المثال، إذا رأيت صديقك لا يصلي لا تقل له بغضب قال أنت تصلي مكانك في النار، ليس كذلك، لكن بل كل له بلطف هيا نصلي معا. وهكذا. والعبرة من هذه الأفعال، إذا كان الناس يعلمون أنك مخلص سيقبلون نصيحتك بسهولة. ثانيا، يجب أن يكون بالكلام يجب أن نصح بالكلام اللين، لأن الكلمة الطيبة تفتح القلوب، أما الكلمة القاسية فتغلقها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا في كلامه حتى من أخطأ. وعلى سبيل المثال، رجل أعرابي بال في المسجد فغضب الناس، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال دعوه وصبوا على بولهما، ثم ننصحه برفق أن المسجد مكان العبادة. إن اللين في الكلام يجعل الناس يحبون النصيحة ولا تخافون عليهم. وثالثا، يجب أن تنصح في وقت والمكان المناسب. ليس من الحكمة أن تنصح الآخرين أمام جميعهم، لأن الناس قد يشعرون بالخجل والغضب، ولذلك أفضل أن تنصح في وقت مناسب والمكان مناسب كسر. وعلى سبيل المثال، إذا رأيت صديقك يتكلم بكلام قبيح لا تقل أمام أصدقائه أنت تتكلم قبيحا، بل انتظره سر ووحده، ثم قل يا صديقي وعدوني لن يتكلم من قبله كذلك في المستقبل، يمكن. والعبرة من هذه الأفعال أن يكون النصيحة في السر تحفظ كرامة الناس وتجعلهم يحترمونك. ورابعا، أن يكون النصح للآخرين بالفعل قبل القول، لأن الفعل أقوى من الكلام، كما قال الحكماء لسان الحال أفصح من لسان الكلام. وإذا أردت أن تنصح غيرك فبدأ بنفسك أولا. وعلى سبيل المثال، إذا أردت أن يصلي أبناؤك أبدأ أنت بالصلاة أمامه بهدوء. وهذا الأفعال يتأثرون وهذا يتأثرون الناس بالأفعال أكثر من الأقوال. وهي من الطرق أن ينصح للآخرين بالحكمة. ثم عندما ينصحنا أحد لا نغضب، أكرر لا نغضب، بل نقول
جزاك الله خيرا. يصلي من أجله، ثم نفكر على كلامه. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هم الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه الآية تدل أن المسلم ينبغي على المسلم ليسمع على نصيحته ويؤخذ منها ويؤخذ الخير منها. إذا النصيحة خير لأنفسهم بل يأخذ، لكن إذا قبيح فتركها. عندما نتحدث عن النصيحة يجب أن نعلم أن ليس كل الناس يقبلون النصيحة بمفتوح قلب أو بسهولة، فبعض الناس يرفضون النصيحة لا لأنها خطأ، ولكن لأن قلوبهم مغلقة ولا يريدون أن يسمعوا كلمة الحق. وهذا ما نراه في قصة نبي الله نوح عليه السلام، الذي كان مثالا للصبر والإخلاص في الدعوة والنصيحة إلى الله تعالى. دعا نبي كان نبي الله نوح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله ووحده. كان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وعلانية، ولم يتوقفوا يوما عن النصيحة. تقبلي يا أخوتي، لقد دعاهم 950 سنة، لكن لا يؤمن أحدهم إلا قليلا منهم، وأكثرهم لم يسمعوا له بل سخروا منه واستهزوا به. ومن هذه القصة نتعلم أن في النصيحة ليست بالسهلة، ومن يدعو إلى الخير يحتاج إلى صبر طويل، لأن بعض الناس لا يسمعون ولا يقتنعون بسرعة، لكن واجب علينا نستمر في النصيحة كما فعل نبي الله نوح عليه السلام بالحكمة ورفق، لا بالغضب ولا بالعنف. وفي الوقت نفسه يجب أن لا نكون مثل كقوم نوح الذين رفضوا التذكير والنصيحة، لأن من يرفض النصيحة يرفض طريق النجاح، أما من يتقبل النصيحة فالله ينجه من كل شر. أيها الأخوة الأحبة، النصيحة رحمة بيننا وهي السبب في رضا الله، فلنكن من الذين ينصحون بحب ويتقبلون بالتواضع. نسأل الله أن يجعلنا من المتناصحين بالخير، وأن يهدينا إلى القول الحسن والعمل الصالح. فقد حاز مني القبيح مني والخير من الله، والحقيقة كلهما من الله تعالى. فقد حاز مني
Syukran ala istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.